ياسر الحبيب من إسقاط الحكومة الكويتية جنسيته لشتمه الصحابة إلى تشكيل ميليشيات طائفية في بريطانيا. بريطانيا التي أبعدت شخصيات لأفكارها التي تصفها بالمتشددة تقوم باحتضان وحماية ياسر الحبيب صاحب الخطاب الطائفي. قناة فدك التي تبث من بريطانيا ويديرها ياسر الحبيب منبر حر أم شاشة لبث الكراهية والطائفية وبحماية دولة صاحبة الجلالة؟ خفايا وأسرار ياسر الحبيب، الواجهة وخلفية داعميه، تلك هي القصة. أما بقيتها فسنستكملها مع ضيوفنا هنا في الأستوديو: السيد فيصل اليحيى المحامي والنائب الكويتي السابق، وعبر الأقمار الاصطناعية من مكتبنا في طهران الدكتور محمد علي ميرزائي مدير معهد المصطفى لتنمية الفكر الإسلامي. ننوه مشاهدينا إلى أننا شرعنا ومنذ 3 أيام في تلقي مساهماتكم عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسنعرض ما يرد منها خلال النقاش في حلقتنا هذه. أمامكم الآن على الشاشة أرقام للمشاركة المرئية إضافة إلى الوسم الخاص بالحلقة. لكن ما رأيكم الآن أن نتابع قصة ياسر الحبيب؟ لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي. استطعنا أن نجدد الرفض، عهد تجديد الرفض الآن. هذا الرفض الشامخ المتحدي المناجز الذي لا يعرف المستحيل، هذه الفكرة تنمو، والآن تنمو سواء صفيت أنا أو لم أصف. فكرة اقتنع بها، والفكرة إذا اقتنع بها تتحول إلى واقع عاجلا أم آجلا. الله وكيلك ما عاجبهم، حتى أشهد أن عليا ولي الله في الإذاعة العراقية ما عاجب. كنا في وضع ما عندنا أحد، الآن عندنا ما شاء الله أنصار بالألوف، لا في الكويت فحسب بل في البحرين والحجاز ونجد والقطيف والإحساء، وحتى في الإمارات وفي عمان. العراق عمدا ما جبت اسمها العراق، وبعد نحتاج نحكي؟ ما نحتاج نحكي. رجل دين شيعي شكل حالة من الجدل بتصريحاته ومواقفه التي يطلقها من مقر إقامته في المملكة المتحدة. أمر غير مألوف لم يقتصر عليه نشاط ياسر الحبيب في ذلك البلد، وإنما امتد لأنشطة أخرى وصلت لتنظيم عرض عسكري في إحدى مناطقها تحت دعوة لإنشاء جيش شيعي يصل من لندن إلى المملكة العربية السعودية. من يقف وراء هذا الرجل؟ ولصالح من يعمل؟ من الذي يمده بالدعم والتمويل؟ مبنى كان فيما مضى كنيسة اشتراه ياسر الحبيب واتخذه مقرا لإقامته، ومسجدا يبث من خلال منبره خطبه ودروسه، كما حول بعضا من غرفه إلى استوديوهات لقناته التلفزيونية التي تبث من بريطانيا. حاولنا التواصل مع ياسر الحبيب شخصيا، ولكن رفضوا التجاوب معنا. لحظة، أنا أحولك على الإدارة إن شاء الله. أنا أحولكم على جمال التكريتي، هو يعني سكرتير الخاص للشيخ، وهو المدير الأمن هنا والمدير يعني العام. لا أنا أعطيك رقم الأخ الدكتور ماجد العبيدي وتقدر تتواصل وياه، أنا بلغته. كررنا محاولة التواصل، وكانت هذه المرة مع مدير القناة. تقدموا لنا طلب عن طريق محامي المكتب مالتكم، وكتبوا لنا شنو اسم الفيلم ومحتوى الفيلم، وحتى تصير خطاب عن طريق محامينا،
سألنا السيد سامي النصف وزير الإعلام الكويتي السابق عن حقيقة هذا الرجل. ياسر حبيب أتى في وقت كانت الثمرة قد نضجت للفتنة، يعني هناك كلام طائفي، بدأت أحداث طائفية تحدث بالمنطقة، فلما أتى لقى هوى بنفوس البعض، بالتالي هذول يقتاتوا على هذا الأمر، حديث ضعيفة، قضايا لا يقبلها عقل، يستخدموها ضد، أول من يستخدموها ضده هي ضد مراجعهم، وبالتالي ما يقوموا به ينسف الإسلام عن بكرة أبيه. يقول الإمام الصادق عليه السلام: هذا موكل بشرق الأرض وغربها، أي قتيل في الأرض يقتل ظلما يروح ياخذ من دمه ويروح ماذا يطوق به عنقي أبي بكر وعمر، يقول أنتم السبب. هذه المقاطع وغيرها الكثير تبث عبر قناة ياسر الحبيب الخاصة تحت مرأى ومسمع هيئة أوفكوم المسؤولة عن البث التلفزيوني في بريطانيا. وعندما توجهنا لهم بالسؤال حول السماح ببث مثل هذا الخطاب في الوقت الذي يتم فيه التشديد على قنوات تلفزيونية أخرى، اكتفوا بالقول بأن هذا الموضوع حساس. ومع إصرارنا على الحصول على إجابات طلبوا منا إرسال رسالة إلكترونية بأسئلتنا. قمنا بإرسال الرسالة وجاءنا الرد برفض المقابلة الشخصية مع وعد بإرسال رد مكتوب على الأسئلة. وحتى يوم انتهاء العمل في الفيلم لم يكن قد وصلنا ردهم بعد. حرروا المسجد الحرام، حرروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، حرروا الضريح الأقدس للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي احتوشه مجموعة من الذئاب البشرية. هذه الظاهرة هي ظاهرة مرحلية لا تعبر عن موقف الشيعة، كما أن بعض الظواهر الأخرى لا تعبر عن موقف السنة. الشيعة والسنة مستهدفون لأن الإسلام هو المستهدف. هو الآن يمتلك منزلا كان في الأساس كنيسة وبمبلغ ضخم من المال، وهناك استوديو لهذا التلفزيون الذي ينطلق ببث الفتن والكلام المؤذي على كل الأرجاء. فياسر الحبيب باختصار هو رجل مخابرات يستخدم في هذه المرحلة لبث فتنة، ويحاول أن يوحي بأن الشيعة مستهدفون، كما يحاول من يبث الفتنة في الجانب الآخر من أن السنة مستهدفون، ثم يقع مشكلة بين السنة والشيعة. إن لم تتحرك يا صباح الأحمد فاعلم أن هذه النفوس الشيعية في الكويت ستشتعل. هذا الرجل نجح في استغلال قضايا تماس بين السنة والشيعة ليس في الخليج العربي بل في الوطن العربي، وكثيرون حاولوا أنهم يلامسون هذا التماس بين القضايا لكي يستثمروا لصالحهم، لكن هو نجح، ربما الظروف ساعدته. في العودة إلى تاريخ الرجل وإلى الكويت تحديدا، حيث ولد ياسر الحبيب ونشأ في بيئة اجتماعية متسامحة، فكيف ومتى بدأ هذا الرجل خطابه المثير للجدل؟ طبيعة أسرة ياسر حبيب أسرة كويتية من الطبقة الوسطى. هو ولد في مجتمع منفتح وفي منطقة منفتحة بالكويت، ولا يوجد في سيرته الأولية ما يبرر التعصب اللي رأيناه منه في مرحلة لاحقة. مرة أخرى يقول لو كان مولود في مجتمع به قتل لطائفة ما ثم بعد ذلك ينتفض دفاعا عن هذه الطائفة لعلمنا. انتقل ياسر الحبيب إلى جامعة الكويت وكان يدرس في قسم العلوم السياسية. في تلك الفترة التحق بقائمة طلابية جديدة هو استحدثها مع زملاء له، وهو كان نائب رئيس القائمة. خلال ذلك هذه قائمة الحب والحياة يعني ضمن تصعيدها نشرت صورة لسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب. حينما نشرت في الجامعة صارت ضجة في المجتمع والصحافة ومجلس الأمة. هنا برز اسم ياسر الحبيب مرة أخرى، وواضح أنه هو كان يعني وراء هذا الدفع. شكلت قضية نشر صور الحسين رضي الله عنه في الجامعة العلامة الفارقة في تحول ياسر الحبيب. هذه لم تكن سوى البداية، فقد انتقل بعدها إلى إيران ودرس في حوزاتها،
هو ذهب إلى الحوزة، تفاصيل ما درسه هناك أنا لا أملك التفاصيل، بس واضح أنه تأثر بفكر الشيرازية. هذول الشيرازية موجودين حتى بالكويت، منهم مجتبى الشيرازي اللي أي واحد يمكن يذهب إلى اليوتيوب ويرى لديه منهاجية الشتم ومنهاجية لا يقبلها حتى الشيعة قبل السنة يعني. لكن ياسر الحبيب بعد يعني سنوات من الدراسة في هذه الحسينية وغيرها بدأ يتخذ خطاب متطرف، وخطاب غريب على شيعة الكويت. أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار. في أحدى المحاضرات وقف وطالب الحضور بما في ذلك الخطيب بسب سيدنا أبو بكر وعمر بن الخطاب وسيدتنا عائشة رضي الله عنها بشكل مباشر. أنا أقول إن ما تدعونه من أن عمر عادل هو خرافة. إحدى أوجه هذه الخرافة التي تسوق هي خرافة عدلت فأمنت فنمت. لم يرق للمجتمع الكويتي بقاء هذا الخطاب، واعتبره مستفزا بعدما نظم عددا من الاحتفالات بذكرى وفاة السيدة عائشة كال فيها الشتائم للصحابة الكرام. تم فيها رفع دعوى قضائية ضد ياسر الحبيب، وتم تداول القضية في المحكمة إلى أن صدر حكم بسجنه 15 عاما. قضية ياسر الحبيب أدلتها واضحة مثل وضوح الشمس. يعني أكو عندنا CD بث مباشر منه من خلال فضائيات. أعتقد ما نحتاج دليل آخر يبرهن أنه هو هذا الكلام قاله أو ما قاله، أو هذا الكلام صحيح أو لا مو صحيح، لأن الصورة ناطقة. أنا أعتقد الإحالة للمحكمة كانت قضية واضحة أن الحكومة الكويتية قامت بما يفترض أن تقوم به، وصدر الحكم العادل. وحدثت يعني ملابسات اللي يعني بالخطأ طرح اسمه من قام بهذا الأمر، إنما واضح أنه خرج للحظة مؤقتة على ما اكتشف الخطأ. حاولوا إجراء تدارك الخطأ. خرج ياسر الحبيب من السجن بعد 3 أشهر بعفو أميري. بعدها تمكن من الهروب إلى العراق ومن ثم إلى بريطانيا. قيل أن اسمه ورد في كشوفات العفو، هناك عفو سنوي عن السجناء لهم شروط معينين. وبعد أن تم إخراجه يعني تم الانتباه إلى وجود اسمه مع الذين خرجوا في العفو، فتم الاتصال فيه وطلب منه العودة. طبعا هو يقول إني رفضت العودة وقررت الهرب. الحدود بالنهاية هي حدود صحراء وفي حدود بحرية، طبعا يعني بإمكان أي إنسان أن يخرج إلى البحر، ومن البحر يذهب إلى العراق أو إيران. يعني مو كلها حدود شائكة وعليها يعني مراكز حراسة وغيرها. بالتالي من أراد هذا الأمر يستطيع أن يخرج من خلال البحر على الأرجح وحتى المر. احنا إذا نريد نقضي على داعش إلى الأبد لابد نقضي أولا على أبي بكر وعمر وعائشة على الجذور، وتبقى أيضا الحكومات البكرية على حالها شريطة أن تكون مجردة من السلاح. ونحن نطالب بوطن قومي خاص للشيعة في الخليج. ستجدون انتفاضة شيعية كبرى لا تبقي ولا تذر. أنتم مو أقوى منا، إحنا أقوى منكم. طبعا هو قلنا يريد استغلال المسألة المذهبية، ولما بده يستغل المسألة المذهبية بده يعتبر أنه هذه الحكومات العربية تمثل هذا المذهب، وبالتالي وصفها بالحكومات البكرية، إنما هو من أجل استثارة الفتن في داخل هذه الحكومات. يعني عم بيقولوا للشيعة مثلا في داخل تلك البلد إنه هذه حكومة بكرية، يلا فوتوا قاتلوها، من أجل أنه يصير في فتنة في داخل البلد ويبلش الناس تدبح بعضها. هذه اليد التي تمتد لكي تمول وتمد من هم في سوريا سنقطعها إن شاء الله. وأنا أدرك معنى كلمتي جيدا. ربما هو يحاول بين كل فترة وأخرى أنه يكون مؤثر.
عن طريق يعني استهداف شرائح معينة، يعني أن يبرز من خلال تماما كالفطريات، من خلال بعض القضايا المسكوت عنها، بعض القضايا التي قد تثير الشارع السني أو تثير الشارع الشيعي. هو يدعو إلى القتال، هذا مثل شو دون كيشوت، عرفت كيف؟ الذي قاتل طواحين الهواء. هو نوع من أنواع تعلية يقولوا علي وخذ جمهور، عرفت كيف؟ يعني هو يريد أن يعلي من الهدف تاعه، إنه إحنا بدي أوصل أنا وياكم لتشكيل جيش المهدي الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا. كيف هذا بيتم؟ من خلال أنتوا تعدوا عدتكم لتكونوا من أنصار الإمام المهدي. إعداد العدة لكي تكون من أنصار الإمام المهدي تكون من خلال أنك تتمرد على الواقع الموجود في بلادك بطريقة عشوائية. جيش ياسر الحبيب أو بداية تشكيل جيش المهدي أو أي جيش آخر، ويحاول أن يخلق من يعني الأمر يعني الصغير الضئيل يعني قضية كبرى. تعدى هذا الخطاب، أصبحت تصدر منه دعوات قتل مباشرة، وفي ظروف إقليمية ودولية خطيرة فيها صراع علني ومجازر تحصل في اليوم الواحد، ويحاول أن يشعل النار فيها ويتبناها ويكون هو من يروج لها حتى يستفيد منها. هذه المرة نجحنا في الوصول لمدير مكتبه، وعندما توجهنا له بالسؤال عن غايتهم من هذا التحريض كله كان الجواب: سب الصحابة ولعنهم أو ما شابه هذا مكفول في حرية التعبير. ليس نحن لا نجري أحكاما بالقتل أو ما شابه كما يفعل البقية، نحن فقط لدينا نتكلم بحرية الكلام. لا بد التفريق بين حرية التعبير وبين ما يجري باليد من قتل أو تدمير أو ما شابه ذلك. تموت البكرية إلى الأبد وتصبح شيئا من الماضي. هذا الدين الفاسد القذر المليء إجراما وإرهابا وسفالة حتى يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله ويعيش دينه الأصلي. أكثر ما يثير الدهشة في ظاهرة ياسر الحبيب هو حجم التمويل، فمن يقف وراء هذا التمويل؟ ومن الذي يقدم الدعم اللوجستي والتسهيلات الكفيلة ببقائه في بريطانيا دون أي حسيب؟ لم يظهر عليه الثراء اللي ظهر عليه بعد ما لجأ إلى إنجلترا وسكن في أحد أكثر المناطق ثراء اللي البيت فيها ب2 مليون جنيه وغيرها، واشترى بالملايين قاعات حتى يتلفظ بها الألفاظ التي يمجها كل إنسان. موظف بعده مستمر عم يقبض معاشه بده يكمل مشروع، ما بدها شيء يعني. ما انتهت المعركة. المعركة بعدها في بداياتها. اليوم نحن بمعركة فاصلة أخي الكريم. هناك علامة استفهام كبيرة فيما يتعلق في دور بريطانيا في احتضان الحركات المتطرفة تحت شعار أن هذه بريطانيا ويعني بريطانيا تشجع الحريات. لأن يعني أنا أعرف القانون البريطاني أنه قانون يرفض ما يتعلق في البغضاء والكراهية، وتم منع أحد النواب الهولنديين المتطرفين اليمينيين من دخول بريطانيا لأن خطابه متطرف وبغي. إذا سمعنا أنه هو قاعد يعد جيش والجيش موجود في بريطانيا أو الجيش هذا موجود في العراق، وفعلا هذا الكلام صحيح، باعتقادي أنه ممكن أن نوجه سهام الشك على الحكومة البريطانية، باعتبار أنه وش اللي قاعد تسوي الحكومة البريطانية؟ هو ما أنشئ له، فرق كبير. يعني ما نعطيه للرجل أكبر من حجمه. هو بدهم شخص يركب على هذه المؤسسة، فقاموا ركبوا له كيف، وهن أعدوا له كل العدة. لا شك أنه لديه أموال،
يعني قطعا لديه أموال ولا ما يسكن بمنطقة الأثرياء هذه اللي البيت فيها بالملايين. الأموال قد تأتي له من مصادر مختلفة، يعني لا أعلم شنو الهدف منها، لأن هي لم تحقق الهدف المرجو. يعني واضح أنه الآن أغلب الشيعة لم يتحولوا إلى المنهج اللي يسميه المنهج بتاعه، يعني اللي يدعو للشتم وغيره، وبالتالي هذا الأمر لا يتحقق. إنما هل هناك جهات مسيسة تقتات على الفرقة بين المسلمين تدعمهم؟ فنحن إذن نمثل أنفسنا، ولكن نحن معروفون، نحن نشق الأمواج، وإحنا نعاند، وإحنا محاربين، ونعرف كيف نواجه، ونعرف كيف نتصادم، ونفسنا طويل طويل عدل. انتظرونا بعد سنوات حينما تنبت النويات. هذا النوى ينبت، وإذا فجأة يصير أشجارا عظيمة يصعب اقتلاعها حينئذ. الذي عم بيصير اليوم أننا نضرب بعضنا رقاب بعض، وهذا النهج إذا استمر فإنه يشكل خطرا على نفسه. أهم مسألة يجب أن نتحلى بها في مواجهة هذا الفكر المنحرف هنا وهناك هي الوعي والخروج من التخلف. إذا لم نخرج من التخلف، إذا لم نمتلك الوعي، إذا لم نفهم القضية في حقيقتها، لن نصل إلى مكان. قد يكون ياسر الحبيب أول مثاله هم القشة التي تقسم ظهر البعير، وأنا أقصد السلم الوطني. نحن الآن في دول الخليج يعني وفي بعض الدول العربية نكاد نحافظ على الحد الأدنى من السلم الوطني بين الشيعة والسنة، وهذا إنجاز في ظل التمويل الذي قدمه إيران، التمويل الإعلامي، التمويل المباشر، الفضائيات، القوات المسلحة التي تريد أن تفتك بهذا الحد الأدنى من السلم وتفجره في البحرين، في الإحساء، في الكويت، ونوعا ما في اليمن، وتبحث عن أي مكان ممكن تفجر فيه فتنة مذهبية وتنجح فيه. لذلك وجود مثل هذا الأشخاص أنا في اعتقادي لابد أن يواجه. الخوف حقيقة هو على شباب مناطق النزاع، لأنه هذولا ابعدوا عن التعليم، وهذا الخوف على مستقبل الأمة. أنت لما تجي تأخذ ناس لاجئين مهجرين منذ أيامهم الأولى ولا يحصلوا على تعليم، تخشى عليهم من أن يعني يسيروا في نهج التشدد والتطرف الإرهابي. قال أنه يحاول إنشاء جيش تابع له في العراق، وأن هذا الجيش سيكون في يعني مقدمة الجيوش التي ستغزو منطقة الخليج العربي وتحررها من الوهابيين والكلام الفارغ. حتى اليوم ما زال هذا الخطاب مستمرا، وما زالت مستمرة معه التساؤلات حول حقيقة هذا الرجل، ومن يقف خلفه، ومن يموله، وما الذي يريده من وراء هذا الخطاب. تقول أنت ياسر الحبيب وتذكره كما تذكر بعض الشخصيات البغيضة التي تثير الفتن بين الطوائف في الكويت أو الخليج. نحن المطلوب أولا لا أن نتجاهل هذه الظاهرة، ولكن أن نفضحها وأن نبين عيوبها. يكفي هذا من أجل الدلالة على أن هذا الأمر فيه شبهة، وفيه أكثر من ذلك هو جريمة بحد قصة ياسر الحبيب. نرحب مجددا بكم مشاهدينا الكرام. نذكر بأننا نواصل تلقي آرائكم وأسئلتكم بشأن موضوع حلقتنا عبر حسابنا على تويتر وصفحتنا على موقع فيسبوك. كما أرحب مجددا بضيفينا الكريمين فيصل اليحيى المحامي والنائب الكويتي السابق، والدكتور محمد علي مرزائي مدير معهد المصطفى لتنمية الفكر الإسلامي. أهلا بك أستاذ فيصل. نبدأ معك. هل نحن إزاء شخصية مثيرة للجدل؟ نعم، لكنها تشكل حالة شاذة، أم نحن إزاء ربما ظاهرة أفرزت ياسر الحبيب وأمثاله موجودون أيضا؟
ابتداء شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أهنيكم على بداية هذا البرنامج وعلى مسيرة 20 سنة للجزيرة. تمنياتي لكم بالتوفيق دائما. لعلي أبدأ في مقدمات سريعة. لا شك بأن تناول هذا الموضوع بالأوضاع الطبيعية يعتبر موضوع حساس وحساس جدا، فما بالك بتناول مثل هذا الموضوع في أصلا أوضاع محتقنة طائفيا في عموم المنطقة. وتناول هذا الموضوع بشكل موضوعي أيضا فيه إشكالية، لأن الانحياز إلى أي طرف من الأطراف يكسبك هذا الطرف ويخسرك طرف آخر، لكن التناول الموضوعي يقتضي أحيانا أنك تخسر كل الأطراف، لأن معالجة الجرح تقتضي أن نفتحه وأن ننظفه وأن نطهره، وهذا بالتأكيد يستتبع الكثير من الآلام. الشخصية اللي ذكرتوها أو اللي دار عليها التقرير هي صورة صغيرة في مشهد كبير تعيش المنطقة، وهي لا شك بأنها شخصية مثيرة للجدل، وإن كانت هي منبتة الصلة من ناحية عن الواقع، بمعنى أنه لا أرى كثيرين يتبنون مثل هذا الخطاب، ولكنها متصلة من ناحية أخرى بواقع طائفي، ومثل هذا الخطاب لا شك يعزز هذا الواقع الطائفي، يرفع من منسوب هذا الواقع الطائفي. الصورة الكلية اللي أتكلم عنها واللي أقول بأن هذا المشهد هو جزء بسيط منها، وهو قضية تفصيلية في قضية كلية أصلا، تندرج تحت عنوانين رئيسيين: ما يدور في كواليس السياسة الغربية حول ما هو مخطط للمنطقة من إعادة تقسيم وترسيم للحدود على أساس طائفي ومذهبي وعرقي، والعنوان الآخر هو الطموحات الإيرانية في المنطقة وما هو متجلي على أرض الواقع، نرى في العراق، في سوريا، في اليمن وإلى آخره. لكن إيران الرسمية على الأقل تتبرأ من مثل هذا الخطاب وتتبرأ من هذا الرجل بالذات. صحيح، إيران تتبرأ من هذا الخطاب بشكل رسمي، ولكني أنا أقول بأن الخطاب الطائفي بشكل عام سواء كان هذا أو غيره هو يكرس هذه المسألة. الأمر الآخر، الخطاب الطائفي له أشكال مختلفة، قد يكون هذا الخطاب مرفوض ولكن هناك خطابات أخرى يتبناها النظام الإيراني، بمعنى أنه إيران يعني ليس هو خافي، هي يعني هذه سياسة واضحة ومكشوفة للجميع بأنها تستخدم الورقة الطائفية في تكريس وتعزيز نفوذها، في أن تكون لها هذه الورقة درع تحمي فيه إن صح التعبير هويتها الثقافية، وإن كان مشروعها الحقيقي ليس مشروعا شيعيا وإنما هو مشروع قومي. وكذلك تستخدم هذه الورقة كرمح تحاول أن تخترق في المجموعات، تحاول أن تخترق في المجتمعات الخليجية. قضية أساسية أريد أن أنبه لها. الكلام عن إيران لا يعني بالمرة الكلام عن الشيعة. الشيعة أمر مختلف تماما. الشيعة في دولهم هو مكون أصيل ورئيسي وجزء من النسيج الاجتماعي في كل دولهم. إيران دولة لها طموحات هي لا تخفيها، ومشروعها مشروع قومي. هي تستخدم الورقة الطائفية كما قلت، واستخدامها لهذه الورقة لأنها تريد بأنه أي كلام عني هو بالضرورة كلام عن الشيعة، وهذا غير صحيح على الإطلاق. دعنا نستطلع وجهة النظر من طهران، ومعنا من هناك ضيفنا الدكتور محمد علي ميرزائي. هل نحن بالفعل أمام مثل ما ذكر أحد الضيوف في الفيلم ظاهرة مرحلية، أم أنه كما قال عن نفسه ياسر الحبيب بأنه يمثل كل الشيعة وإن لم يجهروا بذلك، بمعنى أنه الجزء الطافي من جبل الجليد الذي يمثل المعتقد الشيعي، وما خفي منه هو ما لا يرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك وللمشاهدين وللضيف الكريم. في الحقيقة أنا ضيفكم لأتحدث عن ظاهرة ياسر الحبيب وعن الطائفية، وأما إذا خرج ضيفك عن الموضوع وتحدث عن النظام الإيراني فلنا ملفات كثيرة نفتحها بوجهه. أرجو الالتزام بموضوع الحلقة. بما يعود إلى سؤالك سيدتي الفاضلة، ياسر الحبيب ظاهرة وليست ظاهرة مذهبية، هي ظاهرة مع الأسف الشديد إسلامية. كل الطوائف وكل المذاهب فرخت ظواهر. الشيخ العرعور مثله مثل ياسر الحبيب، قناة وصال مثل قناة فدك، كلتاهما قناتان طائفيتان.
المذاهب الإسلامية بكل أذرعها وبكل أنواعها ساهمت في إيجاد الحالة الطائفية. نحن علينا أن نفهم أن التركيز على ياسر الحبيب إذا كان الهدف منه إعلان البراءة من هذا والتبرؤ من، نحن نتبرأ منه. وأنتم تعرفون أن الرجل في قناته ليل النهار يلعننا ويسبنا كما يلعن ويسب المقدسات للمسلمين السنة. لذلك نحن وإياكم على هذه الظاهرة، نحن نخسر من هذه الظاهرة والأمة تخسر. إذا أحببنا أن نعالج الظاهرة أختي الفاضلة بمنهجية عقلية واجتماعية، علينا أن نحصي جميع الجذور. جذور هذه الظاهرة قديمة لا نريد أن ننبشها جميعا، لكن اليوم نحن وإياكم المتمثلين بالأزهر وبقم وبالمدينة المنورة، يعني ما نفهمه منك دكتور محمد علي الفضاء الفكري أنكم الديني تعتبرون هؤلاء بنفس مستوى تطرف تنظيم الدولة أو ما يسمى بالدواعش؟ لا، أنا أقول أن أنواع الطائفية هي كثيرة. أنت تعرفين أن تنظيم داعش وضع الشيعة كالهدف الرئيسي في سوريا وحتى في العراق. ما الفرق بينهم وبين هذا الخطاب التحريضي الذي يقوم به ياسر الحبيب؟ يكفر. لا أنا أريد أن أتحدث عن الظاهرة. أقول ظاهرة التكفير هل أسسها ياسر الحبيب أم قبله الكثيرون من كل المذاهب كفروا؟ أليست الوهابية علماؤها يكفرون الشيعة جميعا؟ لكن رغم ذلك دكتور محمد علي، الظاهرة هي ظاهرة اجتماعية. هؤلاء المتطرفون في الجانب الآخر هناك تحالف دولي قائم الآن ضدهم تشارك فيه دول إسلامية سنية وتحاربهم، لكن ماذا فعلت إيران في وجه التطرف الآخر الذي يمثله ياسر الحبيب؟ وأنا أدعو إلى تحالف عالمي ضد الطائفية الشيعية أيضا، لا مانع. يعني نحن لا نمانع أن تنتجوا أنتم 100 برنامج في الجزيرة وغيرها ضد الطائفية الشيعية. نحن لا ننكر أن هناك طائفية شيعية أيضا، وضح تمام دكتور محمد علي أيضا في المقلب الآخر. نعم واضح تماما. دعنا فقط نتوقف هنا، سأعود إليك حتما. دعنا نتوقف هنا ربما مع ما ذكره أحمد قريشي، وهو في الواقع مقدم برامج في التلفزيون الباكستاني. عرف ياسر الحبيب في بواكير تجربته الإعلامية قبل أن ينزلق نحو التطرف المذهبي. نتابع. زاملت ياسر الحبيب لمدة سنة تقريبا في أواخر التسعينيات في صحيفة الرأي العام الكويتية. في تلك الفترة لم تظهر على ياسر أعراض التطرف الطائفي التي رأيناها منه لاحقا عندما غادر الكويت إلى بريطانيا. كان يبدو دائما، وهكذا تذكر ياسر، كان يبدو وكأنه يبحث عن شيء ما، عن طريقه في الحياة. ويجب أن نذكر أنه في تلك الفترة لم تظهر التطرف الطائفي أو الديني، لم يصل مرحلة الاحتقان الطائفي لدى الكويتيين الشيعة في تلك المرحلة كما حصل لاحقا عقب الغزو الأمريكي للعراق والتدخل الإيراني الذي صاحبه. مرة أخرى نعود لضيفينا الكريمين. أستاذ فيصل، يعني لم تظهر عليه أي بواكير للتطرف. نقطة التحول كما ذكرها كثيرون كانت سنة 96 عندما ذهب إلى قم وتتلمذ هناك على يد محمد ناصر الشيرازي. نود أن نفهم هذه المناطق، إيران التي يعني تبعد عن نفسها هذه الشبهة، إلى أي مدى ربما أصبحت هذه الأماكن لتفريخ هذا الفكر المتطرف وتأطيره وحتى تقديم ربما الدعم له؟ جيد. بداية تعليق سريع على ضيفكم الكريم، وأنا مع الأسف فاتني أن أرحب في هذا البرنامج. هو دعاني لعدم الخروج عن الموضوع، وأنا ما أظن أني خرجت عن الموضوع، وأنه إذا خرجت عن الموضوع سوف تفتح ملفات. وأنا فقط أقول بأننا لسنا بصدد مناظرة، نحن بصدد رصد وتحليل هذا الواقع ومعرفة أسبابه ومحاولة لفهم، وليس هناك قصد أو إرادة لإدانة هذا الطرف أو ذاك الطرف، ولذلك يجب أن يفهم الموضوع بهذا السياق. الأمر الآخر، عندما نتكلم عن إيران وأنت ذكرتي نقطة التحول، نعم إيران تتبنى الخطاب الطائفي، هذه حقيقة. نحن لا ندعي على إيران هذا الادعاء، قد لا يكون هذا الخطاب مناسب لها
أو هي تصرح رسميا بأنه لا يمثلها، وقد تكون صادقة في هذه المسألة، ولكن مرة أخرى هناك خطابات طائفية أخرى هي تناسبها وهي ترعاها، وهي تقتات على هذا الأساس. مشروعها، برنامجها، طموحاتها في المنطقة كلها قائمة على أساس أنها تصدر نفسها كممثلة وراعية وحامية للطائفة الشيعية، وهذا غير صحيح على الإطلاق. ومرة أخرى إيران ليست الشيعة مسألة أخرى مختلفة تماما، وهم جزء من دولهم وبلدانهم، وهي تتخذ من هذه الشعارات محاولة لاختراق دول الجوار. هي موجودة وألحقت العراق بها تحت هذا الشعار، وهي تقاتل في سوريا، وأذرعها موجودة في لبنان، وهي تتطلع إلى مصر. ومن ناحية أخرى هي تحاصر الخليج أو تحاول أن تحاصر الخليج في اليمن، وكلها تحت ذرائع التحالف مع الأقليات وحمايتها. فعندما نقول بأن إيران تتبنى هذا الطرح أو تتبنى النفس الطائفي أو الكرت الطائفي أو تستخدم هذا الكرت الطائفي، نحن لا ندعي عليها. هي تنكر أو ترفض خطاب الشخص الذي جاء في التقرير، هذا شيء مقدر، ولكن الخط الطائفي بشكل عام، رعايته، حمايته، الدفع به للأمام، هذه مسألة مختلفة تماما. وإيران لا تكتفي فقط بالخطابات، يعني القصد بأنه رفض الطرح الطائفي واضح، لا يكفي فيه حسن النوايا، لا يكفي فيه البيانات الرسمية، هناك فعل على الأرض، هناك قذائف، هناك صواريخ، هناك ميليشيات، هناك احتلال لجزر، هناك تمدد، وهناك دماء وأرواح قاعد تروح نتيجة هذه السياسة. دكتور محمد علي، إذن وإن يعني أبعدت إيران الشبهة عنها، هؤلاء يتدربون في قم الإيرانية، ينتهجون مذهب الشيرازيين وهم موجودون أيضا في إيران. كيف للمشاهد أن يقتنع بما تقول له؟ والله مرة أخرى وقعت في فخ الجزيرة مع الأسف. أنا كنت أعرف أنكم لا تتحدثون عن ياسر الحبيب وإنما عن إيران، وهذا غير موضوعي في مسلك الجزيرة. يعني لا يمكننا أن نتحدث عن ياسر الحبيب، عفوا دكتور محمد، لا يمكننا أن نتحدث عنه بمعزل عن إيران وهو تعلم في قم الإيرانية. يعني نرجو حتى تكون يعني متفاهما لهذه النقطة. لا بإمكان الضيف الكريم أن يقول أن الفكر الفلاني مثلا عقيدة اللعن والسب للخلفاء أخذها من الإيرانيين، فليقولها فليثبتها. أما أن يعني نأتي بالاتهامات العامة بدون أي دليل، هذا خطأ. لماذا لا تذهبون إلى بريطانيا؟ لماذا حضرتك والضيف الكريم لا تركزان أنت تشير إلى النقطة في غاية الحساسية لهذا الإنسان؟ لا، أنا أرجو أن تسمحي لي أن أكمل. هذا الرجل الآن في بريطانيا، وبريطانيا صديقة الكويت وحليفة الكويت وليس صديقتنا. بإمكانكم أن تطرحوا السؤال عليهم وليس على الإيرانيين، هذا أولا. وثانيا يعني إن كان هذا الرجل ضار دكتور محمد علي، إن كان ضارا لإيران، ماذا فعلت إيران أيضا في مواجهته؟ لا أنا عفوا، أنا لست في الاستوديو ولا أرى شاشتكم، لا تقاطعني حتى أكمل الفكرة. في داخل الجمهورية الإسلامية الإمام الخامنئي أعلن فتاوى شهيرة بتحريم اللعن والسب والإساءة، معروفة، وهو فتاواه معروفة. وفي حوزة قم المراجع القمية آية الله مكارم، آية الله صافي، جميع المراجع الشيعية، ماذا عن الشيرازيين؟ يشهدون أن الحركات السنية الإرهابية كيف تقتل الشيعة، ولكن وضحت وجهة نظرك دكتور محمد. الإساءة. أي علاقة بين ياسر الحبيب؟ إذا كان ياسر الحبيب وفيا بإيران، هل يلعن إيران؟ هل يسبنا؟ لا، هذا تحريف. وضحت وجهة نظرك. دعنا فقط نعود قليلا إلى ما ورد في الفيلم، موقف أوفكوم طبعا، وهي الهيئة البريطانية المعنية بشؤون البث الفضائي، وموقفها أيضا من قناة فدك التي يديرها ياسر الحبيب ويبث من خلالها خطابه التحريضي. نتابع ونعود للنقاش. هذه المقاطع وغيرها الكثير تبث عبر قناة ياسر الحبيب الخاصة تحت مرأى ومسمع هيئة أوفكوم المسؤولة عن البث التلفزيوني في بريطانيا.
وعندما توجهنا لهم بالسؤال حول السماح ببث مثل هذا الخطاب في الوقت الذي يتم فيه التشديد على قنوات تلفزيونية أخرى، اكتفوا بالقول بأن هذا الموضوع حساس. ومع إصرارنا على الحصول على إجابات، طلبوا منا إرسال رسالة إلكترونية بأسئلتنا. قمنا بإرسال الرسالة، وجاءنا الرد برفض المقابلة الشخصية مع وعد بإرسال رد مكتوب على الأسئلة. وحتى يوم انتهاء العمل في الفيلم لم يكن قد وصلنا ردهم بعد. عودة إلى ضيفنا هنا في الاستوديو أستاذ فيصل. بالفعل يعني بريطانيا كيف تسمح لياسر الحبيب بفعل ما يقوم فعله؟ سمعت ما ذكرته الأوفكوم التي تهربت إلى حد الآن من الإجابة على أسئلتنا بخصوصه، ولماذا يسمح لهذا الرجل أصلا بالقيام وإنشاء ميليشيات جهارا نهارا تقوم بتدريباتها على الملأ؟ قبل فقط الإجابة على السؤال أريد أن أعرج على لا نريد أن يتحول الموضوع إلى جدل رجاء. أبدا ما هو جدل. يعني شخصيا لا أعرف ما هو الشرك الذي يتكلم عنه ضيفك الكريم. أنا أقدر ما يتفضل فيه وما يقوله، ليس هدفي أن أسقط في أي شرك. أنا ضيف مثل في هذا البرنامج، ولكن لا نستطيع يعني أن نناقش قضية جزئية في واقع كلي وفي قضية كلية كبرى تهدد المنطقة. نحن نتكلم هذا المشهد، هذا الخطاب ما كان ليكون له هذا الرواج لولا الحالة الطائفية المحتقنة في المنطقة. صحيح إيران تقول على الأقل على لسان الرسميين بأنه هذا لا يمثلها، وهي إن شاء الله صادقة في هذه المسألة، ولكن ما نقوله بأن هذا الخطاب يعزز حالة انقسام طائفي في المنطقة إيران تستفيد منها بالضرورة من واقع مشروعها. ماذا عن بريطانيا؟ أنت لا تجيبني الآن. بريطانيا بالنسبة للغرب لا شك بأنه عنده مبادئ يعلنها وقيم يتبناها وإلى آخره، ولكن هذه المبادئ والقيم متى اصطدمت بمصالحه فإن المصالح تقدم على المبادئ، ولا غضاضة عند يعني لن تعجزهم الحيلة ولن يعجزهم المبرر. لكن ماذا تقول القوانين؟ نعم. ماذا عن خطوات الكويت في هذا المجال؟ هل قمتم بالفعل بخطوات؟ رفض طلب للانتربول بإلقاء القبض عليه، هل كانت هناك خطوات أخرى؟ لا أعلم عن الإجراءات الرسمية الكويتية في هذا الخصوص، ولكني عندما أتكلم عن الغرب تحرك المصالح، الغرب مستعد أن يتجاوز على القوانين إذا كانت تحقق مصالحها، وسياسة بريطانيا هي منسجمة مع السياسة الأمريكية اللي مثل ما قلنا تعزز الواقع الطائفي في المنطقة. وحتى إذا نهضت صحيفة أو صحفي أو برلماني أو مؤسسات مجتمع مدني في يوم ما لتبني هذه القضية ولإظهار تقصير الحكومة البريطانية أو الحكومات الغربية في هذه المسألة، فلا غضاضة عندهم في ذاك الوقت أن يقدموا اعتذار ويستثمروا اعتذارهم هذا في تعزيز مصداقيتهم بعد أن يكونوا قد أقاموا واقعا فعلا وبنوا عليه وقطفوا ثماره. دكتور محمد علي، بريطانيا التي أشرت إليها كيف تفهمون أنتم موقفها؟ وإن كان ياسر الحبيب وأمثاله بالفعل يضرون بالشيعة مثل ما يضرون بالسنة، ماذا عنكم أنتم؟ لماذا لم تقوموا بأي خطوات في بريطانيا لمجابهة هذا الفكر ولإيقاف هذا الرجل الذي يمثل خطرا عليكم كما تقولون؟ أولا اسمحي لي أن أقول أن ليس في الكويت وغير الكويت فقط ظاهرة ياسر الحبيب. أين إجراءاتكم في وجه التكفيريون في بلادكم؟ أنت تخرج عن الحلقة إذن تماما مثل ما اتهمت ضيفنا. موضوع حلقتنا ياسر الحبيب وما يمثل، فأرجو البقاء في الحلقة. جيد، وأرجو أن تكوني أيضا عادلة عندما هو يخرج، أرجوك. بالنسبة إلى بريطانيا أولا هذا الرجل ليس إيرانيا حقوقيا وقانونيا. النظام الدولي لا يسمح لإيران، دولة إيران، أن تقدم بالشكوى ضد ياسر الحبيب. هو في النهاية رجل عربي منكم وأيضا كويتي وليس إيرانيا. ثانيا بالنسبة إلينا البريطانيون معروفون، أنتم ممكن نسيتم ذلك. البريطانيون منذ قرون يعملون على تفتيتنا وتفريقنا نحن وإياكم. هم الذين صنعوا الحركات التكفيرية في الأساس، هم الذين الآن يدعمون الحركات الإرهابية حتى في لندن في بريطانيا. نحن نعرفهم، وبيننا وبين بريطانيين معركة طويلة، وقنواتهم أيضا محجوبة في إيران.
نحن ليس الذي يجب أن يتحرك في الحقيقة ليس فقط أن نتحرك ضد هذا الخبيث، هذا الذي يصنع الفتن بيننا، كيف يمكن التحرك؟ يعني الشيرازيون هناك حركة النجباء التي تقاتل على الأرض، يعني ماذا عن خطوات عملية في مجابهتها غير الشجب والإنكار وحتى تبرؤ منه؟ أنا أخبرك على الأرض نحن لا نستطيع أن نسيل جيشا ضد ياسر الحبيب. على الأرض نحن منعنا جميع المؤسسات الدينية والسياسية أن يتفوه أحد منهم بكلمة صغيرة تسيء إلى مقدسات المسلمين. هذه فتاوى علمائنا نحن ملتزمون. أرجو أن تبقى معنا، للأسف الوقت يداهمنا. عفوا نعم سأعود إليك حتما. دعنا فقط نتوقف هنا مع الفيلم مرة أخرى. وما ذكره وزير الإعلام الكويتي السابق سامي النصر أشار وأثار مسألة غموض التمويلات التي استفاد منها ياسر الحبيب في إطلاق نشاطاته ومؤسساته بلندن، ولم يستبعد وجود جهات سياسية وراءه. نعود لهذا الجزء من الفيلم. لا شك أنه لديه أموال، يعني قطعا لديه أموال، ولا ما يسكن بمنطقة الأثرياء هذه اللي البيت فيها بالملايين. الأموال قد تأتي له من مصادر مختلفة، يعني لا أعلم شنو الهدف منها، لأن هي لم تحقق الهدف المرجو. يعني واضح أنه الآن أغلب الشيعة لم يتحولوا إلى المنهج اللي يسميه المنهج بتاعه، يعني اللي يدعو للشتم وغيره، وبالتالي هذا الأمر لا يتحقق. إنما هل هناك جهات مسيسة تقتات على الفرقة بين المسلمين تدعمه؟ إذن مرة أخرى للدكتور محمد علي، للأسف وقتنا يداهمنا. نود أن نسأل أيضا عن التمويل، من أين له كل هذا؟ ما يتم الحديث عنه، عن الخمس، لماذا يستفيد من هذا الرجل؟ وهناك ما يتحدث بأن رجل الدين الشيعي الذي يعتمر عمامة له قدسية معينة وتمثل حصانة بالنسبة إليه، فبالتالي لا يساءل حول هذا الموضوع، وهو شكل في لندن ما سماه نواة جيش المهدي. الشيخ ياسر الحبيب ليس مرجعا ولا حتى مجتهدا، هو يعني شخص قليل العلم وغير معترف به في الحوزة العلمية في إيران في أقل التقدير، وفي حوزة قم لا يعترف به رجلا عالما مرجعا على الإطلاق. لماذا إذن له كل هذا التأثير، ومن أين يحصل على أمواله؟ هو يقول بأنه يجمعها من تبرعات. يعني عفوا، حتى ياسر الحبيب هو أمواله ترتبط بإيران مثلا، هذا أمواله يجمعها من بين المجتمعات ومن بريطانيا، ممكن من مخابرات بريطانيا. هو يجمعها وفقا لكثير من المعلومات من العديد من الأطراف، في بريطانيا نعم، في إيران نعم، في العراق، في البحرين، وفي عدة أماكن. المخابرات الدولية والمخابرات حتى الإقليمية تساعد على تفكيك المنطقة، والتهديد قادم أكثر إلى دولنا ودولكم. نحن لا نبرر هؤلاء ولا نعترف بهم علماء، حتى هؤلاء وضحت تماما وجهة نظرك دكتور محمد علي. في أجهزة دعني المخابرات العالمية فيما تبقى لدي من وقت هو أقل من دقيقة. دكتور محمد علي رجاء، وإلى ذلك، واسمحي لي أن أقول أن الخطاب العربي الرسمي اليوم والإعلام العربي الرسمي مع الأسف إعلام متأثر بهذه الدوائر الدولية. أنا وضيفك الكريم أخوان نؤمن بإله وبمحمد واحد وبقيمنا مشتركة. لماذا هذه الخطابات الطائفية الخطيرة أختي الكريمة؟ طبعا دكتور محمد علي يبقى معنا. أتحول إليك أستاذ فيصل. يعني في الفيلم أحد الضيوف تحدث عن السلم الوطني في دول الخليج الذي يتهدده مثل هؤلاء ومثل هذا الخطاب. هذا ما نود أن نقف عنده. ما مدى خطورة هذا الموضوع على السلم الوطني فعلا في دول الخليج؟ لا شك بأنه موضوع خطير وخطير جدا، وأنا أحب يعني أن أبدأ من حيث انتهى ضيفكم الكريم، بأننا نحن أخوة ويجب أن نتعايش، وهذا كلام جيد ويفترض أن يبنى عليه. لكن لفتتني كلمة فيما تفضل فيه، بأنه لماذا تتكلمون عن هذا الطرف وماذا عن هذا وماذا عن هذا. هذا النوع من الخطاب والحوار لا يؤدي إلى شيء ولا يوصلنا إلى حلول، وكأننا ندافع عن أخطائنا بأخطاء الآخرين. يجب نبذ ورفض كل أشكال الخطاب الطائفي أيا كان ومن أي مصدر ظهر، لا سيما الخطاب الذي يتم تبنيه من قبل
دولة هي تتخذ من هذا الخطاب سبيلا للتمدد لها في المنطقة. الآن دول الخليج خطورة هذا الرجل، وهناك نعم. في الجيش العراقي في ديالى وصلاح الدين نعم. من يرفع رايات ياسر الحبيب في ثكنات عسكرية وفي آليات عسكرية صحيح. أيضا. وهم يعززون الخطاب الطائفي ويعززون الانقسام الطائفي في دول المنطقة لعمل اختراقات داخل هذه الدول وداخل هذه المجتمعات. إلى زوال أم تعتقد أنها ظاهرة ستتمدد وتنتشر؟ هي ممكن أن تزول إذا اتخذت دول الخليج الإجراءات اللازمة. وعندما أتكلم عن الإجراءات اللازمة أنا أتكلم عن الانفتاح على مجتمعاتها سنة كانوا أم شيعة، تحقيق مبدأ المواطنة والمساواة. شكرا. وتحقيق الديمقراطية، وأيضا في الخارج انحياز كامل إلى حريات الشعوب وتطلعاتها للحرية والديمقراطية. شكرا. وأن يكون هذا التبني ليس تكتيكا وإنما إيمانا بحقوق هذه الشعوب. فيصل اليحيى المحامي والنائب الكويتي السابق. وأشكر جزيل الشكر دكتور محمد علي ميرزائي مدير معهد المصطفى لتنمية الفكر الإسلامي. سيستمر إذن ياسر الحبيب على الأرجح في خطابه الطائفي وفي نشاطاته التحريضية، مستفيدا مما تراه مستضيفته بريطانيا حرية تعبير. وفي ظل الاحتقان الطائفي القائم في عدد من البلدان العربية، يبقى السؤال عما يجب فعله للوقاية من مثل هذه الظواهر، فضلا عن السبيل الأنجع لعلاجها. حلقتنا انتهت اليوم، إلى اللقاء مع بقية لقصة أخرى. السلام عليكم.